من آذى رسول الله له عذاب في الدنيا والآخرة أم لا؟ بلى بلى؟ بلى، إذا تعمد إذا النبي نعم له ذلك. سؤالك الآتي، سورة الأحزاب آية 56. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طيب. جيد؟ طيب. جيد. صحيح مسلم صفحة 705 رقم الحديث 1479 والراوي عمر بن الخطاب الخليفة الثاني قال: أوصل بك الأمر يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: ما لك وما لي يا ابن الخطاب، عليك بعيدتك. ثم ذهب إلى حفصة وقال لها: أوصل بك الأمر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبك ولولا لطلقك. هذا الأول.